السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنروح مع بعض بقى كده لملخص سريع في الأسبوع السادس من الدوري المصري. نخش في الموضوع على طول. اللي بيبدأ بداية كويسة ومثيرة جدا. مباراة كان فيها 3 أهداف. مباراة البنك الأهلي وبتروجيت. البنك الأهلي بيقدر إن هو يسجل أول فوز ليه في الدوري المصري. بتروجيت بيسجل أول خسارة ليه في الدوري. وتحس كده إن لاعيبة البنك الأهلي استحضروا روح كريستيانو رونالدو في الماتش ده. فتلاقي ان الزناري واحد من المتألقين في المباراة واللي احرز الهدف الاول قدر ان هو يتحرك ويقطع في اتجاه الكرة ونط بارتفاع كويس علشان يحرز الهدف الاول للبنك كأنه كريستيانو رونالدو. الله اكبر عليك! ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ وبيتألق كمان مصطفى شلبي اللي قدر بيعدي بمهارته وسرعته في واحدة كده ويسحب معاه فريق بتروجيت ويلعبها بالعرض والمرمى فاضي علشان يحرزها احمد امين اوفا الهدف الثاني. والهدف الثالث بيحرزه محمود عماد البديل اللي كان لسه نازل ار2 كده من بعيد من بره ال18 علشان تسكن الشباك وينتهي المباراة 3-0. ونروح بعد كده للمباراة الثانية زد والاسماعيلي. وحقيقي الواحد بيبقى ندمان ان هو بيضيع وقت لما المباراة تطلع بالشكل ده، لا كورة ولا لعب ولا اي متعة. تحس ان الاسماعيلي مش هيجيب اهداف الا من دربكة بتحصل في ال18 بتاعت زد، غير كده مش بيوصل ولا في اي خطورة. عكس زد بقى اللي هو شوية كان بيعمل خطورة. في الدقيقة 52 محمود صابر بيقدر يسجل لزد هدف المباراة الوحيد وتنتهي المباراة 1-0. وموقف الإسماعيلي حقيقي بقى صعب جدا. ونروح بعد كده الماتش فاركو والاتحاد السكندري. وحقيقي يعني مش هنقدر نتكلم كتير لأن الماتش لا كان فيه لعب ولا كورة ولا أي حاجة. والحمد لله إن الفيفا مش واخدة بالها مننا، وإلا لو كانوا شافوا اللي احنا بنشوفه ده كانوا هيقفلوا لنا اللعبة عندنا. الماتش بينتهي 0-0. وحقيقي فاركو الاتحاد السكندري أسوأ بداية للفريقين الموسم ده. هارد لك ايه؟ هي دي كورة. وفي المحلة الغزل كان مستضيف المقاولين العرب، وعلاء عبد العال كان مخليها ضلمة على المقاولين اللي كان متسيد الشوط الأول وعمل كام تسديدة كده من إسلام جابر وعمر الوحش، لكن عامر كان متألق وقدر إن هو يصدهم. أما بقى في الشوط الثاني فقدرت المحلة إن هي تتقدم بهدف من ضربة جزاء مستحقة. والماتش فعلا كان حلو وكان جيد جدا وفرص كتير ضاعت من المحله. كابتن علاء حب يأمن الماتش فبينزل محمد عبد الغني علشان يأمن الدفاع، فيتسبب في ضربة جزاء للمقاولين في الدقيقة 92. برافو عليك يا كابتن. وبتنتهي المباراة 1-1. بعد كده بقى بنروح للزمالك والمصري. والزمالك اللي مالوش كتالوج بيفوز على الفرق الكبيرة وبيضيع نقاط سهلة جدا قدام الفرق الصغيرة. حياة النبي محمد دي لا يجيب لي جلطة. كان ماتش على صراع الصدارة المؤقت مع المصري، وقدر ان هو يحسمه بفوز كبير ويسبب اول خسارة ليه في الدوري وبنتيجة كبيرة كمان. واحد من امتع المباريات اللي اتلعبت في الدوري. مباراة تألق فيها البرازيلي خوان ألفينا اللي كان قالب الماتش كرة خماسية ومعاه تصريح كده يعدي في اي مكان واي وقت. عدي الدباغ بيسجل اول اهدافه مع الزمالك وفي الدوري عموما، والهدف الثاني بيسجله عمر جابر اللي اتحمل كتير من الجماهير، ومن ضربة جزاء بيسجل الثالث عبد الله السعيد. وبتنتهي المباراة على كده 3-0. مباراة كانت ممتعة جدا والمستوى فيها كان عالي. المصري حاول فيها كتير لكن ما قدروش ان هم يسجلوا. في نفس اليوم حرس الحدود كان مستضيف الجونة وانتهت المباراة 2-1. احرز هدف الحرس محمد حمدي زكي. بعد كده بيتعادل محمد النحاس للجونة، لكن في النهاية بيقدر محمد النجيلي ان هو يسجل هدف فوز حرس الحدود عشان تنتهي المباراة 2-1 لحرس الحدود. مباراة كان مستواها فوق المتوسط. بعد كده بقى بنلاقي سيراميكا كليوباترا بيحسن مركزه بفوزه على سموحة بهدف نظيف. ماتش ما فيش فيه هجمات كتير واللعب كان في نص الملعب. احرز هدف اللقاء الوحيد صديق إيجولا. وبنفس النتيجة طلائع الجيش بيفوز على مودرن سبورت 1-0. احرز الهدف اسماعيل أورو. والماتش كان مستواه اقل من المتوسط وما فيش فيه اي متعة. وفي مفاجأة كبيرة فريق الغزلان وادي دجلة بيقدر ان هو يعمل ريمونتادا كبيرة ويفوز على كهرباء الإسماعيلية 4-1. بيتقدم علي سليمان للكهرباء في الدقيقة 25، لكن وادي دجلة بيقدر ان هو يرجع تاني ب4 أهداف. بيسجل أحمد فاروق هدفين ويوسف أويا هدف ومحمود دياستي اللي كان متألق هدف. وبتنتهي المباراة على كده. وحقيقي وادي دجلة واحد من أمتع فرق الدوري واللي بيقدموا كرة حلوة حتى الآن. ايوه كده يا وديع. وفي ختام الأسبوع الأهلي وإنبي. بعد أداء سيء من لعيبة الأهلي وخصوصا تريزيجيه اللي كان بيلعب لعب فردي، إنبي بيقدر إن هو يتعادل مع الأهلي 1-1. مباراة الأهلي فيها كان مسيطر لكن مفيش أي خطورة على المرمى. أحرز الأهلي هدف محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 34، ولكن من ضربة جزاء بيقدر أحمد العجوز إن هو بيتعادل.
بيحاول بعد كده بقى الأهلي اللي مليان نجوم إن هو يسجل هدف تاني، لكن للأسف المباراة بتنتهي 1-1 علشان الجماهير تبدأ تهاجم اللعيبة مرة تانية، والأهلي من 5 مباريات بس عنده 6 نقاط فقط، حاجة ما حصلتش قبل كده في تاريخ النادي الأهلي ولا في تاريخ الدوري كله. وبكده يكون خلص الأسبوع السادس من الدوري. الزمالك في الصدارة ب13 نقطة والأهلي في المركز ال15. ما تنساش بقى المتابعة واللايك والشير.